السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى هعمل معاكم الفطار بتاعنا، والفول بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنا انا معايا بصلايه صغنونه خالص قد كده اهو زي ما انتوا شايفينها. بديها تشويحه كده في الزيت او في السمنه. ومعايا هنا طاسه على نار فيها زيت هقلي فيها طعميه. ماشي. جبت هنا بقى الطعمية دي انا جايباها جاهزة وحط عليها كزبرة وحط عليها سمسم. بصراحة انا كنت بجيبها جاهزة بس هي ضربت في دماغي كده ان انا اجيبها عجين زي ما انتوا شايفينها كده. وان شاء الله في فيديو مرة تانية هعملها بقى نعملها مع بعضنا بقى في الخلاط بإذن الله. هنا بقى شوحت البصل مع قرن الفلفل. معايا بقى هنا الطعمية. شوف شكلها عامل ازاي، بجد شكلها حلو قوي. ورش بقى عليها بقى لو بنتي بتجيبيها عجين زي كده رش عليها كزبرة من فوق وسمسم. وبالمعلقة كده تاخدي على قد القرص، او ممكن لو انت حابة تعمليها بايدك عادي يعني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو فيديو النهارده عادي خالص يعني بس انا حبيت اشاركه معاكم. هبدأ بقى هنا اضيف حبة الطماطم واسيبهم يتسبكوا كده مع بعضيهم، يعني الطماطم تنزل المية بتاعتها وتطرى شوية. وبروح نازلة بقى عليها بايه بالفول. هبدأ بقى اطلعها على مناديل المطبخ بقى عشان لو فيها زيت او اي حاجة تنزل منها. واحط بقى الفول بتاعي. على فكرة الفول بالطريقة دي بيبقى جميل جدا. وكمان لو عملتي بيضة يعني حطيتي معلقة زبدة وطقشتي بيضة كده ورحت منزله عليها الفوق برضو بتبقى حلوه قوي. انا حطيت هنا بقى كزبره وكمون. عندك الكزبره والكمون دول اساسيين. هعمل بقى كوبايه مج الشاي بتاعي. اللي معايا عندي شاي اساسي في الفطار ده، يعني مج وانا بفطر ومج بعد ما افطر. مش عارفه بقى هفضل ماشي على النظام ده لحد امتى. السكر غالي بقى مش هينفع. اتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يكون عجبكم.